عمرك سألت نفسك انت ليه بتفتح باب التلاجة التلات ولا اربع مرات بالليل مع ان انت عارف ومتأكد ان مفيش فيها اي حاجة جديدة، ومع ذلك بعدها بثانيتين بس بتبقى فاتحها تاني مع كأن نزل لها ابديت جديد يعني؟ وفي الغالب امك وابوك هيطلعوا بسبب الحوار ده. فلو بيحصل معاك هذه الاشياء فانت للاسف يا برو مدمن مادة كيميائية اسمها الدوبامين. خليني اقول لك ان هرمون الدوبامين هو احب الهرمونات للبنات، هرمون شقي كده رافع شعار تشوق ولا تدوق، وعكس ما هو شائع فده مش الهرمون اللي بيديك سعاده، لكن ده الهرمون اللي بيزقك ناحيه الحاجات الممتعه. هو ده الهرمون اللي تقول له ازيك انت كويس يقول لك يمكن. هو ده هرمون اللي يمكن لو ما تروح تفتح الموقع ده مش يمكن نلاقي حاجه جديده. طب افتح باب الثلاجه دي يمكن نلاقي حاجه جديده. للاسف يعني ده الهرمون اللي بيخلينا نتلسع من الشوربه مرتين عادي. في واحد اسمه اندرو هوبرمان بيقول ان الدوبامين بيشتغل في دماغتنا بمستوى اساسي سماه الباز لاين. ونتخيل مثلا ان محمد قاعد بسكرول في الريلز بلا هدف، هرمون الدوبامين في اللحظه دي بيوصل لاعلى مستوياته، بس الدماغ بيحب يوزنها. لما بيلاقيك رفعت كفه الدوبامين فوق قوي بيفضل قاعد مستنيك لحد ما تخلص اللي انت بتعمله، وفجاه ياخد الدوبامين سوبلكس على الارض، فتلاقي نفسك طالع من دوامه الدوبامين دي حاسس بحزن ابن لذينه اكتر من انت كنت حاسه حتى قبل ما تخش الدوامه. يعني حتى قريته سبك في المشاعر الحزينه الاوليه اللي انت كنت حاسسها كانت ارحم. لكنه يعني في النهايه بيربيك عشان تتعلم ان الحاجات اللي بتدي دوبامين سريع هي مش مفيده. واكبر دليل على ده خلي بالك دلوقتي ان انا وقفت هزار فانت بدات تحس بملل. المشكله ان انت بعد ما بتوقف الحاجه اللي بتديك دوبامين سريع دي مخك بيبقى في حاله عطش للمتعه رهيب، فتلاقي نفسك حاسس بملل وحاسس بحزن ملهمش اي تفسير، فتقوم راجع فاتح التليفون تاني عشان تاخد نفس الجرعه او على الاقل ترجع للي انت كنت فيه. انت بقيت فار محبوس في قلب الخوارزميات، في قلب المصيده بتاعه الالجوريزم، ماده كيميائيه انت مش شايفها عشان تهرب من المك ووجعك. وخلاص بقى الموضوع وصل ادمان، بقينا بنقطع شبكات عصبيه، بقينا نرص خطوط من الريلز والفيديوهات ونشد على نفس واحد. فبالتدريج بقى عندك حاجه اسمها متلازمه الاهتزاز الوهمي. كم مره طلعت التليفون من جيبك عشان حسيت ان في نوتيفيكيشن جات لك او حد بيتصل عليك، وبعدين لما فتحت التليفون ما لقيتش اي حاجه؟ دماغك من كتر ما بقى جعان للضربات الجايه بقى بيديك اهتزازات عصبيه وهميه عشان بس تمسك التليفون. تخيل معايا انك بعد الشر قررت تذاكر او تتعلم مهاره جديده او تلعب رياضه، الحاجات دي بطبيعتها بتحتاج وقت طويل عشان تبدا تشوف نتائجها، نتائج ملموسه. المشكله بقى ان دماغك بعد ما تبرمج على الضربات السريعه بتاعه الريلز والنوتيفيكيشنز والهبل ده كله بقى يهرب من اي حاجه بتحتاج للصبر، بقى بيكره كلمه الصبر. احيانا برضو انت بتيجي تشغل دماغك على دماغك فتقول لنفسك طب انا هذاكر 10 دقائق او هنزل اتمرن النهارده، وفي المقابل هكافئ نفسي مثلا بسكرول 5 دقائق مثلا. ودي بالمناسبه نصايح بتوع تطوير الذات بيقولوها، يعني انت ياما سمعتها اكيد. كافئ نفسك، ودي كارثه لان بسم الله الرحمن الرحيم انت ربطت المجهود البدني بالمكافاه العصبيه، المكافاه السريعه. يعني سلم لي بقى على الشغف اللي راح والجهاز العصبي اللي اتدمر. اندرو هوبرمان قال ان السر في الاستمراريه مش هو انك تستنى المكافاه في الاخر، السر ان انت تتعلم ازاي تفرز الدوبامين من المجهود اللي انت بتعمله. والله زي ما بقول لك، الملل بتاع المذاكره، الالم بتاع التمرين، المجهود اللي بنصرفه واحنا رايحين نتوضى ونصلي في المسجد ممكن نحوله شيء ممتع، بل وممكن نبقى مدمنين عليه. يعني حرفيا تبقى مدمن على الانجاز، وده مش كلام تنميه بتنجانيه، ده كلام حقيقي وهعلمك بعد شويه ازاي تعمله. بس فاكر لما قلت لك في حلقه تعافن الدماغ ان مخك بيصرف الغالي والنفيس عشان ما يبذلش اي مجهود؟ او مخك بقى عشان يهرب من المهام الكبيره زي المذاكره او التمرين او الشغل هم خليك تعمل قائمه مهام عبيطه جدا، يفعل وضع الطيار الالي ويخليك تقوم تنظف المكتب وتنظف اوضتك وتقوم تعمل كوبايه شاي، وبمجرد ما تشطب عليها كده علامه صح يقوم مديك ضربايه دوبامين سريعه جدا فتحس بالانجاز الوهمي. خدعت ضميرك، اثبتت لنفسك انك راجل منتج، بينما في الحقيقه انت صرفت طاقتك وتركيزك بتوع يومك في حاجات فرعيه جدا لمجرد ان مخك عايزك تهرب من المعركه الاساسيه. ولو تفتكر برضو كلمتك في نفس الحلقه عن النيوروبلاستيستي، وهي ان ربنا سبحانه وتعالى خلق مخك يقدر يعيد معايره النسب الكيميائيه دي من اول وجديد ويعيد ضبط المصنع. واحنا بالفعل دلوقتي هنعمل مع بعض اعاده ترميم لمستقبلات الدوبامين اللي موجوده في مخنا انا وانت. بص، لو مش عايز تركب مخك الملاهي فبلاش تجمع اكتر من محفز في نفس الوقت. يعني ما تاكلش حاجه وانت بتذاكر، خليك منتبه جدا على الحاجه اللي بتعملها وبس. التوترات بسيطه جدا دي بتخلي مخك يرجع تاني يستمتع بالحاجه اللي بيعملها. بصراحه برضو النهارده انا جاي اصالحك على اكتر شخص انت بتكرهه في حياتك، الملل. الملل مش عدوك، الملل ده سبحان الله هو ورشه الصيانه الدوريه لمخك. اعظم الاختراعات والاكتشافات البشريه اتولدت في لحظات الملل اللي انت بتكرهها دي. ما تقتلوش بالتليفون، سيب مخك يحس بلحظات الخواء الصعبه دي، ان لحظات الملل اللي انت حارب منها نفسك دي هي ورشه الصيانه لمستقبلات الدوبامين بتاعتك اصلا. الملل اللي بيرجع لك الشغف والفضول الطبيعي للحاجات البسيطه. في استراتيجيه حلوه جدا ان انت تحول الوان تليفونك لابيض واسود. الالوان هي نص المتعه، بمجرد ما تحولها لابيض واسود مخك تقريبا هيفقد 50% من متعته. خليه مثلا بعيد عنك في مكان محتاج تقوم انت تجيبه عشان خاطر تستعمله.
المشوار البسيط اللي انت ممكن تبقى مستهون بيه ده بيرفع المقاومه ويخلي الجزء الكسلان في مخك يفكر مرتين ثلاثه قبل ما يقوم يجيب التليفون ويجي. اندرو هوبرمان برضو بيقدم حلين غير تقليديين تماما عشان نرجع نحس بالمتعه او ان احنا نرفع مستويات الدوبامين من تاني بشكل طبيعي. اول حل انت ممكن تحس ان هو تافه، ولكن هو انك تستحمى بميه ساقعه. وتاني حل انا كنت متوقعه بصراحه، وهو ان انت تحب الرحله. ما تستغربش لان الدراسات فعليا اثبتت ان التعرض للميه الساقعه بيرفع الدوبامين، مستوى الدوبامين ل 250% في اللحظه اللي انت بتتفرج عليها فيها دي. نسبة الدوبامين عندك 30%. لو قمت دلوقتي اخدت دش ميه ساقعه ايه اللي هيحصل؟ النسبة دي هتتضرب في 250%. المرعب في الاكتشاف ده ان الدراسات اثبتت ان الارتفاع ده بيفضل ثابت لمدة ساعات، فحتى لما بيجي يقل ما بيقلش مرة واحدة زي ما بيحصل مع المتعة السريعة. يعني تقريبا انت نص مشاكلك كانت تتحل لو استحميت بميه ساقعة من 5 سنين مثلا. انت كده حرفيا امتلكت الشات كود بتاعك. وفي النهاية يعني الدوبامين خادم ممتاز جدا، لكن لما بيتحول لسيد بيبقى صعب جدا. فاختار ان انت تسوق ورجع لدماغك السكينه تاني اللي انت اتحرمت منها، اللي بمجرد ما ترجع لك هتحس انه ايه ده، يعني معقوله كان في مشاعر كده واحنا ما نعرفش. وصدقني يعني النصايح اللي انت ممكن تبقى شايفها بسيطه دي هتغير حياتك 180 درجه. ففي النهايه ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وفعل زر الجرس عشان انت مش بيوصل لك فيديوهاتي لانك مش بتفعل زر الجرس. وسيب لي رايك في تعليق، شوف بقى قول لي حابب نتكلم عن ايه ان شاء الله الحلقه الجايه. يلا سلام عليكم.